مش قادرين ندافع في ريحه طاجن باميه هيجننا. ده اكيد جاي من المقصوره الرئيسيه بقى. اكرام مش شبيه فلافيو، لا ده ابن فلافيو فتره مجهوله من الزمن بالادله. السلام عليكم، وحشتوني. بوفي بوعودي معاكم منزل لك نهائي افريقيا في ميعاده زي ما وعدتك الفيديو اللي فات، فشجعني اديني لايك كده من اول الفيديو وتعليق واشتراك، بس اللايك دلوقتي اهم. واستعد عشان ما اطولش عليك، يلا بينا. بدا ماتش بيراميدز وسان داونز بازمه في الدواجن، ويمكن الكفته مش جوسي، بس الاكيد ان سان داونز تعبان وبيراميدز حط عليه. واعتمد مدرب بيراميدز على انه مش باقي على حاجه، مفيش جمهور حقيقي، مفيش بطولات، مفيش اعلام، فهجم وزي ما تيجي كسبنا افريقيا من اول مشاركه. طب زي الفل. انا شامم كميه دقيق في الكواليس يخليني اعمل بيتزا مرتاح. نرجع. اما مدرب سان داونز فده ظابط نفسه على جول، لو جبت فيه واحد هيجيب فيك واحد، لو جبت فيه اتنين يبقى انت كده خلاص عملت له قرار ازاله. المهم الشوط الاول ما اتفرجتش عليه الصراحه، بس ما دام بيراميدز حط جول يبقى سان داونز اتحط عليه، وده حصل في الدقيقه 23 بعد سبرنت من قطه يشرق فيه مضوبه من كتر الجري، يقوم رافعها جبران خاطر لولا حد، توصل للعيب سان داونز اللي يلمسها لمسه واحده غريبه بصراحه مش مفهومه ليه، توصل لفيستون مايلي وده من اعداء سان داونز، فيشوطها بوش رجليه 1-0 البيراميدز. عشان تخلص احداث الشوط الاول بسرعه كده وقرر اديلك ملخص الشوط الاول من وجهه نظر الناي الحزين بتاعي. انا اول مره اخد صوره في بطوله، حاسب كده الاحتفال الوحيد اللي حضرته كان رحله مدرسيه في دريم بارك. هذه المباراه المرتقبه. الاسماعيلي هيفسح سموحه النهارده، ولا ده نادي هنا ولا ايه؟ بس ايه يا رجاله الهبل اللي احنا عاملينه ده؟ حركه الفطيره ولا طالبين عيش بتاو؟ مش مصدق نفسي. 7000 وجبه سوبر سوبليكس مشكل كفته وشيش. فين المرمى؟ فين هو بيلعب امريكاني ولا ايه؟ ركله السيامي. مش قادرين ندافع في ريحه طاجن باميه هيجننا. ده اكيد جاي من المقصوره الرئيسيه بقى. ماله ده رفعها واتدفن، هو معرض طن حديد. هو لاعب بوكس، يعني لاعب صندوق. يا جميله كره القدم مش بتفرق بين تخين ورفيع، واحد صندوق وبيلعبوه في النهائي عادي. انت بتجيبها فينا ليه؟ انا لقيته شبهنا وزينا افتكرته واحد مننا. انت اكيد رشش خوارج يا ابن. بصوا الحركه دي اتعلمتها من الشناوي، هترمي من غير ايدي. شجع عادل يا عم اللي يخصموا منك دبوس ولا حاجه. الحمد لله على السلامه. احنا لازم نعمل 3 حاجات. اول حاجه اديلك فقره اسرار وخبايا المستديره لان ده اللي انا اتعودت عليه. تاني حاجه انك تديني لايك وده يا ريت تتعود عليه. تالت حاجه يلا بينا. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره، وقلت لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوره في جنوب افريقيا وانجولا وعيله فلافيو. اكرام مش شبيه فلافيو، لا ده ابن فلافيو فتره مجهوله من الزمن بالادله. فلو بصينا على مسيره اكرام مع الانديه سنجد ان اول نادي لعب له هو نادي سانتوس وسجل معه 5 أهداف. سانتوس و5. سانتوس هو اسم جد فلافيو. 5 هو عدد الدوريات التي حصل عليها فلافيو طوال مسيرته. كما ان تاني نادي لعب له اكرام كان نادي ستيلن بوش، ايوه اللي غلب الزمالك، وسجل معه 35 هدف. تاني نادي و35. تاني نادي لعب له فلافيو كان النادي الاهلي وسجل معه 35 هدف. مفيش حد عايزني اعمل له اعلان، انا ممكن احدد داني على فكره. ما تاخد المنطقيه البسيطه. يبلغ فلافيو من العمر 45 عام، كما يبلغ اكرام من العمر 29 عام، وبطرح الرقمين تصبح النتيجه 16، وبخصم سنه الحمل والولاده تصبح النتيجه 15. 8% من اطفال انجولا تم تزويجهم دون سن ال15. انا ابتديت اشك ان ابنه بجد. ما تاخد الاخيره العبثيه بجمع عشرات الادله، منهم الفوله اللي اتقسمت نصين، والعلاقات المترابطه قويه جدا حنتيقه بين انجولا التي اتى منها فلافيو وجنوب افريقيا التي اتت منها ام اكرام. وبتحليل AKM اللي انا بعمله دلوقتي واثبته اقدر اقول لك ان اكرام مش شبيه فلافيو، لا ده ابنه فتره مجهوله من الزمن بالادله. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافه الجميله دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستديره. طريق السلامه. الحمد لله على السلامه. الشوط الثاني ده بقى كان مختلف، انا ما شفتوش برضو للامانه، بس جمعته كده في ملخص 5 دقايق. اكتشفت ان في دراما وجولين وبتاع، هندبقها يعني. وده بدأ في الدقيقة 55 بعد رفعة من فاول من محمد الشيبي. لعيبة سان داونز كلها رجعت عشان تمسك لعيبة بيراميدز، بس ما حدش توقع ان احمد سامي بيطير على بطنه، فما حدش مسكه، ف2-0 البيراميدز عشان تخلص بجول ملوش لازمة. مش هيحصل حاجة لو انا ما حكيتوش، بس انا هحكيه عشان اطول مدة الفيديو. في الدقيقة 74 لعيب من سان داونز يرفع كورة صعبة قرب ال18، احمد سامي يلحقها ويخليها مستحيلة جوه ال18، توصل لشبيه فلافيو اللي يلوش تيجي في ركبته، جول. 2-1 لبيراميدز. ولان مفيش احداث تاني جه الوقت ان اديلك ملخص الشوط التاني من وجهه نظر مفاتيح عندنا معرفش بتاعت ايه والله. مش عارف اهاجم، خدها هتجمد من البرد، درجه الحراره 40 بس. نهايتي دي قصه مكتوبه. اول مره يكسب دي عايده على مين؟ عليك. كسبت. اللهم لك الحمد والشكر. لا انتم مخبيين عليا حاجه. يا عم انت كسبت. كسبت.
يا بركه دعائك يا ماما. يا نهار ابيض، الكرة المهتزة دي نقطة ضعفنا، هنشيل ازاي الكرة بتوصل الجول في ربع ساعة؟ برافو يا ابني، مش ناوي ترجع بعد الماتش لحضن بابا بقى؟ لا طبعا مش هضرب رصاصة الرحمة، لان الرحمة اللي بجد في السلم بين قوسين فستون راعي السلام. ايوه مش لاقي حد احضنه ليه؟ تعالى محضنك انت اصفر يلا بتعيط. الحمد لله على السلامة، انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك عشان كملت معايا الفيديو لحد الاخر، واتمنى تكون مبسوط بالاستمرارية اللي احنا فيها دي. الحمد لله يا رب، احنا منزلين ده تقريبا الفيديو السابع على التوالي، فاتمنى تكون مبسوط. بس كده انا كده خلصت، سلام.